السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بألف خير. يلا نكمل وصفات العيد، كل سنة وانتم طيبين. يلا تعالوا النهاردة نعمل السابليه، بسكوت السابليه الجميل ده. عملنا أشكال جميلة وعملنا تورتات وعملنا حاجات جميلة جدا، إن شاء الله تعملوها بكل سهولة. عندي كيلو زبدة بحرارة الغرفة، متماسكة شوية يعني ما تكونش ساقعة أوي ولا سايحة. وعندي نص كيلو سكر بودرة، كيلو زبدة، نص كيلو سكر بودرة، كيلو ونص دقيق، وبيضتين بحرارة الغرفة وعليهم فانيلا، ودقيق عليه ذرة ملح. هضرب السكر مع الزبدة كويس جدا جدا لحد ما يبقوا كريمي، وهنزل بالبيض بيضة بيضة. هنزل بواحدة تختفي، هنزل بالتانية مع الفانيلا. اختلطه كده يا دوبك يعني، واروح جايه نازله بكيلو الدقيق وعليه ذرة الملح. هنقلنا في وعاء كبير شوية علشان كان البولة صغيرة يعني، وهقلبه بالراحة جدا. هقلب الدقيق كويس مع الزبدة لحد ما يتماسك يبقى كويس، تبقى عجينة أعرف أفردها. كده بقى تمام. كده زي الفل. هاخد قطعة منها، الأول هاخد معلقتين كاكاو مع قطعة زبدة. لو حطيت كاكاو بس هينشف لي الجزء بتاع الكاكاو، فلازم احط عليه قطعة زبدة. يعني حط على معلقتين الكاكاو، معلقتين كبار حط عليهم زي 20 جرام زبدة. وهاخد جزء زي تلت العجينة كده بتاعت السبليل اللي احنا عملناها، تلت العجينة كده، وهحط عليها الكاكاو يعني، وهعجنهم في بعض. بقى عندي كده، عملت كده نوعين، نوع بالكاكاو ونوع بالفانيلا. وهبدأ بقى افرد البسكوت بتاعنا. هفرده سمك صغير يعني، سمك مش تخين قوي، وبلاش يكون رفيع قوي. لو انا هعمل طبقتين فوق بعض هخلي السمك متوسط الحجم. لو هعمله طبقة واحدة هخليها تخينة شوية، على حسب ما بتحبيه وعلى حسب ما بتبقي عايزة تعملي النوع يعني أو الشكل. أنا هحط الاتنين فوق بعض، فأنا خليت الحجم وسط كده. هعمل بالأشكال اللي عندي، أي شكل عندك. ولو ما عندكيش أشكال ممكن تعملي بأي حاجة، أي كوباية مثلا وتطلعي منها أشكال برضو. أي كوباية أي قطعة، هو بس أشكال يعني. هنا هنعمل الشكل المربع ده. انا بكون مشغله الفرن يحمى شويه او يسخن شويه عشان ادخل اي نواعم بعملها او اي بسكوت يعني. وبشغله على درجه حراره، بظبطه بعد كده على درجه حراره 200. لو فرنك حامي قوي خليها 180، لو فرنك كويس يعني معقول يبقى 200. انا بشيل بسكوت السابليه كده بالراحه بمساعده السباتولا، بمساعده سكينه. لو ما عندكش سباتولا بيبقى سهل جدا وبيطلع بسهوله. ببدأ كده أفتحه كده حتت، على حسب ما تكوني عايزة مكانها مفتوحة فين يعني. بعد كده بقى هنعمل التارت. قوالب التارت الصغنونة الحلوة دي في منها أشكال كتير جدا، في سادة وفي مضلع وأشكال كتير، مدور، قلب، مثلث، أي حاجات كتير بقت طالعة دلوقتي يعني. أنا بخليها برضه في مكان صغنون، مش بلاش تكون تخينة قوي. وطبعا هنخرمها بالشوكة عشان ما تقبش مننا ولا تعلى. عجينة التارت احنا لازم نعملها بالشوكة عشان ما نديلهاش مجال انها تتنفخ يعني، او تقب يعني في الفرن.
السبلين من الحاجات الفخمة جدا جدا اللي بتكون في العيد، بتبقى شكلها حلو جدا طبعا لما هنزينها. ان شاء الله هنزينها برضو سوا، بس مش في الفيديو ده ان شاء الله. انا غازها كده بالشوكة كويس. جميل جدا، ان شاء الله يعجبكم يا رب، تكون العجينة سهلة عليكم. ويا رب اكون قدمت حاجة ان شاء الله تعجبكم النهاردة وتستفادوا منها ان شاء الله. نشوفكم بقى ان شاء الله في ريلز واحنا بنزينه سوا. كل سنة وانتم طيبين.